سلام البنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم باناكوتا كتجي رائعه ما شاء الله بالمذاق ديال الفرامبواز. انا غنزينها بالسيرو ديال الفرامبواز عوض الكراميل. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ممكن ديروها بالكراميل، ممكن ديروها بالكولي ديال الفريز. انا عندي 400 غرام ديال لا كريم فريش كما كتشوفوا هي هذه. انا عندي نص لتر ديال الحليب، 500 مليلتر ديال الحليب يكون كامل الدسم. انا عندي ساشيه ديال الفاني. انا عندي اكار اكار ساشيه، ممكن تعوضوها هنا عندي 5 معالق ديال السكر سنيده، ممكن تنقصوا او تزيدوا. واكار اكار ممكن تعوضوها بجيلاتين بودغ او جيلاتين ورقه. هنا ضفت السكر، ضفت الفاني، ضفت الاكار اكار. نحاول نحركو شويه باش يذوب السكر. هنا غنضيف الحليب، نبقاو نضيفو الحليب ونخلطو عاد نضيفو كله. هذا هو الكولي ديال الفرامبواز او السيرو ديال الفرامبواز. انا درتها فوق البوطه باش طيب. نهار من بعد ما درتها فوق البوطه العافيه تكون ناقصه، ونبقاو مره كنحركو فيه باش ما يتلصقش لينا ولا يتحرق، باش ما يجوش دوك الكويرات فيه بالبان ديالنا. هنا كما شفتوا راه صافي موجوده. هنا وجدت زليفات اللي غنديروا فيهم. ندوز باش نعمرهم معكم. الا بقيتو مقابلينها ما تحتاجوش تصفيوها، سينو الا بانوا لكم فيها ديك الكويرات ممكن تصفيوها، ديروا الصفيه وتصفيو. حاولوا نعمروهم كاملين. خليكم مع الفيديو حتى نعمرهم. من بعد ما عمرت الزليفات غدا نغطيهم ونخليهم حتى يبردوا. جاوني 7 هنا، غدا نغطيهم نخليهم حتى يبردوا، عاد ندخلهم للثلاجه نخليهم ياخذوا يبردوا مزيان، عاد ديك الساعه نقدموهم. خليكم مع الشكل النهائي. ما خديت هاد الكاغيط نغطي به، او تاخدوا شي منيديل هكا تغطيو به. هنا من بعد ما بردوا مزيان في الثلاجه انا جبدتهم كما تشوفوا راه كيهبطوا بسهوله في الطبسيل. نقلبهم بحال هكا باش نزينهم كما بغينا. كندوروا هكا الا ما كانوش محلولين من الجناب ندوروا الموس وراه يهبطوا بسهوله. وخليكم مع الشكل النهائي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الباناكوطا ديالي، راه جات رائعة ما شاء الله، لا في الشكل لا في المذاق، تستحق التجربة، زوينة هكا تقدموها لوليداتكم للضيوف ديالكم، راه رائعة ما شاء الله، نتمنى تجربوها، راه كتجي غزالة ما شاء الله وما تشبعوش منها. دابا غنوريكم الداخل كيفاش جات، كيما تشوفوا. ممكن تعوضوا الفرامبواز بالكراميل. وصلنا لنهاية الفيديو، بسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة.